واحنا بنتمشى لقيته راح دخل المحل بتاع موبايلات. فبقول له ايه يا بابا، في ايه؟ انت الرصيد بتاعك خلص ولا ايه؟ وعايز تشحن ولا داخل تعمل ايه؟ قال لي لا لا، انا عايزك تدخلي المحل وتختاري اجمل واغلى موبايل نفسك فيه، بس اوعي حد يشوفه معاكي. انا طبعا اول ما قال لي كده انا كنت طايره من الفرحه، علشان حماية هيجيب لي موبايل اللي كنت محرومه منه وكان نفسي فيه قوي. وقعدت اقول معقول انا هشيل موبايل اخيرا بجد؟ انا مش عارفه اشكرك ازاي يا بابا ولا اقول لك ايه. وبعدها دخلنا المحل واشتري الموبايل فعلا. وبعد لما خرجنا قال لي انا عايز اشوفك دايما اسعد واحده في الدنيا، ويلا بقى علشان نجيب عشاء ونروح ناكله في البيت انا وانتي. قلت له مش عايزه اقول لك انا بقيت ببقى مبسوطه ازاي لما حماتي وياسمين بيخرجوا من البيت. قال لي وانا اوعدك اول ما يخرجوا هخرجك وهعمل لك كل اللي انت نفسك فيه. وبعدها روحنا البيت وحماية دخل المطبخ. قلت له انت رايح فين يا بابا؟ انا اللي هحضر الاكل وهجيبه لحد عندك. قال لي لا، اقعدي انت كده زي الهانم، وانا هعمل كل حاجة بنفسي وهجيبها لك لحد عندك. وبعدها قعدت وحماية جهز الاكل وجابهولي، وكان بيمسك الاكل بايده ويأكلني في بقي. حسيت بجد ان انا قاعدة مع بابايا الله يرحمه. بس بعد ما اتعشيت معاه نمت، معرفش نمت ازاي. وبعدها صحيت على صوت ياسمين وهي بتقولي ايه يا بنتي، انتي ما بتشبعيش نوم يا بنتي؟ هو احنا كل ما نسيبك شوية في البيت نرجع نلاقيكي نايمة كده؟ ما تقومي بقى. وبعدين البيت ماله كده متشقلب حاله كده ليه ومش نظيف؟ قلت لها انا بس والله يعني زهقت من القعدة لوحدي، فقلت انام شوية. معلش بس سيبيني اطلع شقتي كده، حاسة ان انا عاوزة اخد دش بس كده وهنزل تاني. في الوقت ده طلعت ياسمين موبايلها وقالت لي استني بس قبل ما تطلعي، خدي موبايلي كلمي جوزك علشان وجع دماغنا من الصبح عايز يكلمك. قلت لها تمام ماشي. ورحت واخدة تليفونها وطلعت شقتي واتصلت بمحمود جوزي. قال لي ازيك يا شهد عاملة ايه؟ انا والله زعلت قوي ان ماما كانت بايتة برا ومعرفتش اتصل بيكي. انا ان شاء الله ناوي ابعت موبايل لبابا بما انه قاعد في البيت عشان ابقى اكلمك على طول عليه. قلت له تمام يا محمود اللي تشوفه. ممكن بقى اقفل عشان عاوزة اخد دش؟ قال لي هو في ايه مالك يا شهد عمالة تتكلمي معايا بالطريقة دي ليه؟ انا كنت فاكر يعني ان انا وحشك قوي زي ما انتي كمان وحشين. قلت له يا محمود انت اكيد وحشني وكل حاجة، بس معلش انا عاوز اخد بس دش دلوقتي وبعد كده نتكلم. ورحت قافلة السكة وقعدت مسكت التليفون الجديد اللي جابهولي يا حماية، ورحت عملت حساب جديد على الفيسبوك. وبعدها بيومين لقيت طلب صداقة مبعوتلي من واحد اسمه خالد. وشوية لقيته بعت رسالة وقال لي مساء الورد، معقول العسل ده يكون عامل حساب على الفيس ومش باعت لي طلب صداقة؟ قلت له انت مين؟ قال لي انا حماكي، وعرفت ان الاكونت بتاعك من اسمك وكده والصورة اللي انت حطاها، وكمان معمول امبارح يعني. قلت اكيد انت. قلت له يا خبر ابيض، يعني كده ممكن حد يعرف ان انا عملت اكونت؟ قال لي لا لا ما تقلقيش، بس انا عايزك دلوقتي تخبي التليفون علشان حماتك خدت المفتاح بتاع شقتك وقالت انها طالعه تشوفك بتعملي ايه. قلت له طيب ماشي. بعدها خبيت التليفون من ايدي، ولما حماتي طلعت قالت لي مالك قاعده كده ليه؟ مش المفروض كنت بتاخدي دش وتنزلي على طول علشان في حاجات في الشقه عايزه تتعمل؟ قلت لها معلش اصلا انا كنت بكلم محمود يا ماما وقلت ابقى انزل بعدين. قالت لي محمود مين اللي كنت بتكلميه؟ ده هو لسه قافل معايا حالا وقال لي اطلع اشوفك بتعملي ايه. قلت لها ايوه انا فعلا كلمته قبل ما اخش اخد دش، بس كان زعلان مني وقلت هرن عليه دلوقتي يعني عشان اصالحه. هو في ايه؟ هو في تحقيق ولا حاجه؟ قالت لي ولا تحقيق ولا حاجه، انزلي كلمي من تحت عندي في الشقه، انتوا يعني مش هتقولوا اسرار يعني. قلت لها حاضر انا نازله. وبعدها نزلت، وطبعا كنت بطلع التليفون بتاعي لما بكون لوحدي في الأوضة. والصديق الوحيد اللي كان عندي على الحساب على الفيسبوك هو حماية. وعدى حوالي 3 شهور
وفي يوم وانا في اوضه النوم اللي في شقة حماتي دخل حماية الأوضة وقال لي ايه يا شهد، انا كنت فاكرك نايمة، مالك قاعدة كده ليه على السرير؟ قلت له والله يا بابا مش عارفة مالي، تعبانة كده وهمدانة من ساعة ما صحيت. قال لي طيب ريحي كده شوية ولا اقولك تعالي اقعدي معايا برا لحد ما حماتك وياسمين يرجعوا. قلت له حاضر. ولقيت حماية دخل المطبخ وعمل لنا عصير انا وهو وجابهولي وقال لي عملتلك احلى عصير، وراح مدهوني. شربت العصير من هنا وبعدها اغمى عليا وما حسيتش بنفسي. ولما فتحت عينيا لقيت حماتي وياسمين واقفين قدامي مكشرين. لقيت ياسمين بتقولي يا شهد بصي بقى من غير لف ودوران، احنا عايزين نعرف الواد اللي في بطنك ولا اللي في بطنك ده يبقى ابن مين. قلت لها بطني؟ يعني ايه يعني؟ مش فاهمه بطني ايه، مش فاهمه حاجه. حماتي قالت لي بصي تقدري تقولي بقى انت حامل ازاي بقى يا روح امك وجوزك مسافر بقاله 6 شهور. قلت لها يا حماتي انت بتتكلمي معايا كده ليه؟ حامل ازاي يعني؟ والله ما اعرف اي حاجه، ما هو على ايدك انا لا بروح هنا ولا هنا ولا بخرج من البيت خالص ولا بروح في اي حته. قالت لي خرسي قطع لسانك لحد ما نشوف هنعمل ايه. وبعدها خرجوا وقفلوا الباب عليا من بره. لقيت ياسمين بتتكلم مع امها وبتقول لها معقول يا ماما اللي في بالي ده يكون صح؟ قالت لها ايه يا بت اللي في دماغك ده؟ قالت لها انا اسمع ان في حاجه اسمها جن عاشق، دي شاهد فعلا ما بتخرجش من البيت خالص. حماتي قالت لها بصي انت تدخلي اوضتك ومش عايزاكي تخرجي منها خالص، ولا عايزه اسمع صوتك ولا تتكلمي معاها نص كلمه. ياسمين قالت لها حاضر يا ماما، بس انت ناويه على ايه يعني؟ ناويه تعرفي محمود ولا تعملي ايه؟ قالت لها انا قلتلك اخرسي، مش عايزه اسمع صوتك خالص. وبعدها دخلت حماتي عند حمايه، وحمايه ساعتها كان قاعد مش عايز يتكلم مع حد خالص. ولما حماتي دخلت قالت له هي البت دي حامل ازاي ومفيش الا انت الراجل الوحيد في البيت؟ قال لها قصدك ايه يا وليه، انت اتجننتي ولا ايه؟ معقول هعمل كده في مرات ابني؟ قالت له انا ما قلتش كده، بس ممكن يكون فعلا ده حصل. على العموم هنعمل تحاليل وكل حاجة هتبان بقى اذا كان كلامي صح ولا غلط. بعدها بشوية لقيت حماية قرب على حماتي وقال لها ارجوكي ارجوكي تسامحيني، انا الشيطان ضحك عليا، انا مش عايزة اخسر بيتي ولا اخسرك ولا اخسر ابني، ارجوكي تسامحيني. حماتي راحت بصت له كده وقالت له اخصى عليك يا راجل يا عرة، انت تعمل كده في مرات ابنك والبت على طول قريبة منك ومتعلقة بيك، اتاري في حاجة تانية احنا ما نعرفهاش. حماية قال لها انت مش هتقولي حاجة دلوقتي صح؟ ارجوك اطمنيني، انا ما كنتش اعرف ان الموضوع هيكبر كده. حماتي قالت له والله العظيم يومك ده ما يعدي معايا على خير، وبكرة هتشوف. هو عاوزاك تقولي هو الكلام اللي حصل معاها ده كان بمزاجها ولا لأ؟ قال لها طبعا كان بمزاجها، امال يعني انا هعمل كده لوحدي من غصب عنها؟ ده حتى هي اللي خلتني اعمل معاها كده. حماتي قالت له والله لو وريك يا راجل يا ناقص. طبعا انا كل ده واقفه ورا الباب بسمع الكلام اللي بيتقال وحاسه ان انا بحلم. حبيت اتاكد فعلا انا حامل ولا لا. رحت خبطت على الباب، ياسمين فتحت لي. قلت لها ياسمين معلش انا عاوزه اعيد اختبار الحمل ده تاني، معلش هاتيلي واحد تاني. وراحت جابتهولي ودخلت الحمام، بس المرة دي حطيت عليه مية عادية علشان يظهر قدامهم اني مفيش حمل. ورحت خارجة قلت لهم انا كنت حاسة وعارفة اني مفيش حاجة، والاختبار بيقول اني مش حامل اهو. وطبعا انا من جوايا بعد اللي سمعته عرفت ان انا اكيد حامل منه. ففي نفس اليوم بالليل قعدت ادور على ادوية على النت عشان اخدها عشان توقف موضوع الحمل ده. وفعلا لقيت، رحت بسرعة اشتريته من الصيدلية وخدته. وبعدها بأسبوع عملت الاختبار والحمد لله طلعت مش حامل. كل ده ومحمود جوزي ما يعرفش أي حاجة ولا يعرف اللي أبوه عمله معايا. أنا مش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي، أتصل بمحمود جوزي وأقوله اللي حصل ولا سامح حماية وأفضل مخبيه على جوزي علشان حياتي تستمر؟ ياريت اللي عنده أي نصيحة يكتبها لي في التعليقات
وأنا هقرا كل تعليقاتكم بنفسي.